عالية جدا لأوسع الجماهير الطلابية من داخل إطارنا العتيد والصامد للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. تأتي هذه المسيرة التضامنية مع أسرى فلسطين، أسرى أرض الإسراء والمعراج، جميعا من أجل الحرية للأسرى، جميعا من أجل النضال والصمود والتحدي في وجه الطغيان، في وجه الكيان الصهيوني الغاصب. طلبة والطالبات تأتي هذه المسيرة كما قلت ختاما لعرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان التراث في دورته الخامسة. كي لا أطيل على الطلبة والطالبات سنبقى مع كلمة لكاتب عام مكتب فار الاتحاد الوطني طلبة المغرب موقع أكادير، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القوي الأمين قاسم الجبارين وناصر المستضعفين ولا عدوان إلا على الظالمين. تحية نضالية جهادية في إطار المنظمة العتيدة والصامدة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. تحية إلى شهداء الحركة الطلابية، تحية إلى المجاهدين الذين يؤدون عنا ضربة الجهاد داخل الأراضي الفلسطينية. على أي الشكر موصول كذلك لجميع الطلبة والطالبات، طلاب وطالبات جامعة بن زهر الذين لم يستسيغوا هذا النشاط الفني إلا بطعم تضامني مع القضية الفلسطينية، مع الأسير الفلسطيني، مع الجريح الفلسطيني. عليه الجماهير الطلابية تأتي هذه الحلقية التضامنية مع إخواننا الأسرى داخل زنازل الاحتلال الصهيوني الذين يخوضون اليوم إضراب وعن الطعام الجماهير الطلابية ضمن معركتهم التاريخية والمشهودة، معركة الأمعاء الخاوية، والتي تدخل في هذا الأسبوع الرابع على التوالي. إضراب عن الطعام تحت الجوع، تحت العطش، تحت وطأة النيران والتعذيب للكيان الصهيوني الإسرائيلي الذي يمارسه على المستضعفين في قطاع غزة وفي بقاع أرض الإسراء والمعراج. على أي الجماهير الطلابية ضمن هذا الأحداث، الجماهير الطلابية كان هذا السياق التضامني حيث ذهبت الهيئة الطلابية لنصرة قضايا الأمة من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلا أن نجعل يوم الأربعاء ويوم الخميس الذي نحن بصدده يومين مشهودين نصرة لهؤلاء المستضعفين داخل زنازل الاحتلال. فكانت بالأمس مسيرة تضامنية انطلقت شرارته الأولى من كلية الحقوق صوب كلية العلوم فكلية الأداب، وبالتالي كنا اليوم على الموعد التاريخي مع أسرانا داخل زنازل الاحتلال. الجماهير الطلابية كذلك دعت الهيئة العامة لنصرة قضايا الأمة من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى جعل يوم الخميس يعني يوما تضامنيا بشكل آخر وبطعم آخر إهداء لهؤلاء الأسرى الجماهير الطلابية، وهو أن نخصص وقتا لهم من الدعاء ومن الصيام. وبالتالي كان تخصيص يوم الخميس يعني تضامنيا بتقديم صيام إهداء لهؤلاء الأسرى، وبالتالي كان الصيام يعني هذا اليوم. وبالتالي إخواننا داخل يعني الطلاب وطالبات التونسيين الذين جعلوا أسبوعا كاملا نصرة للقضية الفلسطينية، أسبوعا كاملا صياما لهؤلاء يعني الأسرى، وبالتالي كان منطلقا من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أن نخصص هذا اليوم صياما لهؤلاء الشهداء ولهؤلاء الأسرى الأباسل داخل زنازل الاحتلال الجماهير الطلابية. نذكر كافة الطلبة والطالبات أيضا كما قلنا من قبل على أن على مستوى هذا المساء سيكون هناك إفطار جماعي لكافة الطلبة والطالبات، إفطار رمزي بطبيعة الحال، لأن المعنى المقصود منه ليس هو المعنى المادي للجماهير الطلابية، وبالتالي على جميع الطلبة والطالبات يعني الحضور الإفطار الجماعي يعني تتويجا ليومين من النضال، من النضال والصمود نصرة للمستضعفين. نأتي على ختم هذا الشكل النضال الراقي جدا. لا بأس أن نذكر بالمهرجان الختامي الذي سينظم بكلية العلوم على الساعة 2:30 بكلية العلوم بساحة 14 مارس. مهرجان يضم لجميع الفقرات. فنقرأ سورة الفاتحة ترحما على الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طلبات تفتح طرق الأروي قارئ كما يكون الإفطار إن شاء الله تعالى في الساحة.